طيب شيخ ماذا تقول عن الذي يسبهم ويسب زوجة النبي؟ ألا يسألون عن ذلك يوم القيامة؟ عادي يسألون عن ذلك. فإذا كان عنده جواب وعنده دليل ممتاز. إذا ما عنده جواب وما عنده دليل الله يحاسب. يعني أنا أسألك الآن، يعني هل كل واحد أنا أسألك الآن هل كل واحد يسب زوجة النبي مو خوش آدمي؟ طبعا. أي واحد أي شخص مهما كان، حتى لو كان صحابيا، مهما كان لا أحد يسب زوجة النبي. شيخنا هذه أم المؤمنين. يا ما مختلف وياك، اعطيني مجال. هاي أم المؤمنين حتى اختصر لك تمام. الآن إذا جبت لك شخص، نعم شيخنا، إذا جبت لك واحد سبها سب ما شاء الله، شو تقول عنه هذا الإنسان؟ عندكم في الروايات ولا؟ هسه ما قلت عندي أنا، ما ليش أنتم دائما تريد تعرف منه وبعدين تحكم؟ أنت الآن قلت ممنوع واحد يسب زوجة النبي. أنا إذا جبت لك من التاريخ، من كتب، فالدليل معتبر، دليل معتبر ورواية بقولتنا صحيحة أن فلان سبها سبا قاذعا. إيش راح تقول عن فلان اللي سبها؟ تفضل آتني بالرواية. ما أعطيك قبل لا تقول، قبل كل شيء اللي سب أم المؤمنين شو تقول عنه؟ لعنه الله في الدنيا والآخرة كائنا من يكون. ولأي سبب كان. هذا عرض النبي. ولأي سبب كان. ليس عرض ما اختلف. هذا عرض النبي. ولأي سبب كان. ولأي سبب كان. أي سبب كان. طيب. أي سبب. عندك في صحيح البخاري. جيد. أي سبب. عرض النبي محصن. جيد. عندك في صحيح البخاري يقول أن زينب زوجة النبي اجت لأم المؤمنين على قولتك عائشة وسبتها، صارت تسبها والنبي قاعد، والنبي لا حكاية ولا قال. الآن زينب زوجة النبي، زينب بن جحش، هل هي ملعونة؟ عليها لعنة الله مثل ما تفضلت؟ لو لا هنا يصير السب ما بي مشكلة. رواية في صحيح البخاري؟ اي نعم. أنا لم أسمع هاي الرواية. أنت لم تسمع؟ في صحيح البخاري موجود. أصلا الآن شوف أنا طيب. اسمع. لا أصدقك أنا. لا اصبر، ليش صدقني؟ أنا الآن سأكتب كلمة. فضل. فسبتها. بس كتبت هاي كلمة فسبتها، وراح أروح إلى صحيح البخاري. نعم. وأبحث في صحيح البخاري، تطلع عندي لو ما تطلع بقى أنا أشوف. هاي ولا طلعت؟ قلت لك طلعت ولا طلعت. هاي في صحيح البخاري يقول. طيب. يقول فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها. الآن على كلامك أنت اللي تفضلت به بالقاعدة اللي خليتها أنت، إحنا لازم والعياذ بالله نلعن أم المؤمنين زينب بن جحش وكذا وعليها لعنة الله على قولتك لأن سبت أم المؤمنين. شلون نحل هذه؟ يعني الشيخ يرحم والديك، يعني هذا ينطيك مبرر انه السبها لان سبتها زينب؟ لا انا ما جاي موت على هذه. انت زينب السبها شو زينب بارك الله. انا ما سمعتني سبيت يعني احد؟ تفضل. سمعتني سبيت احد؟
انا اقول الان انت اعرف بدين الله ام زينب بن جحش اعرف بدين الله؟ لا اقصد على القضيه. يعني هذه واذكرن ما يتلى في بيوتكن، القرآن كان ينزل في بيوتهن، انت اعرف بدين الله لو زينب بن جحش اعرف بدين الله؟ انت اللي اجيت وقلت اللي اسمها ملعون، فانا انطيتك الان صحابيه وزوجة نبي وام للمؤمنين وتسب ام المؤمنين، فلو كان نبي هي نبي زين هذا هسه شوف اشتغلت التبريرات. انا ما لي علاقه، اشتغلت التبريرات. لا احنا لا هي تبريرات ترقيعات. لا مو تبريرات. لا شنو هذه؟ يعني هي حللت السب مثلا. انا اقول الان انت مو انت الان هل جيد لا بأس، هل زينب بنت جحش ينطبق عليها نفس الحكم اللي ينطبق على هذا اللي يسب فلانه؟ نفس الحكم؟ لو زينب بن جحش لا ما عليها شيء وماكو اشكال، وهذا اللي يسب الان انا مو مع السب ولا اشجع على السب، لاحظ، بس انا اريدك تفهم قضيتي بارك الله بيك. انت لما تيجي تضع قانون، القانون يمشي على الجميع، بعد ما يصير هذا نطلعه. فانت اجيت قلت هذه عرض النبي وهذه كذا وليش تسوون؟ انا اجيت الان انطيتك وهذه صحابيه وام المؤمنين، والله اختارها بالمناسبه الزوجه الوحيده التي اختارها الله لرسوله هي هذه المراه، فزوجناكها. الله يقول انا زوجتك اياها، زين في القران الكريم. هذه تسب ام المؤمنين، فلو قضيه السب مو مثل ما انتم تقولون، لو هذه المراه مثل ما انت قلت عليها لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، وانت بكيفك. يعني ما وضحت لي الحد، يعني هسه هو خلاف بينهم، هم مو معصومين عائشه وزينب، احنا نساء رسول الله. هذا الشيعي ما معصوم ولا خير، الشيعي ما يعني معصوم وعنده خلاف. الشيعي اللي يسب على قولتك، الشيعي اللي يسب هم عنده خلاف. سيدنا عرض النبي، هؤلاء يختلفون، زينب وعائشه عرض النبي، يعني يصير عرض النبي يسب عرض النبي. ان ثبتت هذه الروايه، يعني انا وابن عمي يعني الغريب وانا واخوي يعني زينب يعني حللت السب هاي، يعني والله حجي انا ما ادري، انا اقول الشكل. زين اسالك سؤال، هل لا انا بس افهم كلامي. الله يرضى عليك. النبي بهذه الله يفهم، الله يصلح حالك. اسمعني يعني معقول كلامك يا سيدنا؟ والله هذا قدامك البخاري، قل لي انا كذبت عليك. هذا البخاري، لو البخاري عندكم صحيح سيدنا، يعني شنو البخاري شنو يعني زينب حللت السب للعائشه او شلون؟ هذا قدامك يعني البخاري يقول والله ما ادري، انت روح اسال، لا تسالني انا ايش علاقتي. هذا كلام البخاري. سيدنا البخاري خلي البخاري شو يقول، خلي يقول. يعني انت تتوقع النبي يقبل بهاي المسألة؟ والله يعني انتم لو عندنا روايه، ما انت قبل شويه سالتني، قلت لي عمر تزوج ام كلثوم، من وين جبتها؟ من التاريخ وكتب التاريخ. الان لما كتب التاريخ صارت ضدك، صارت مو زينه. البخاري اصح كتاب عندكم بعد القران. هاي علماء السنه كلها تقول هالشكل. انا مصدقك بالروايه، مصدقك. انا قايل لك صحيح روايه مصدقك، بس يعني انت تجي تثبت هاي الروايه، يعني تحلل السب. انا ما احلل السب يا عمي، دليل على انه لا مو هالشكل. ما فهمتني، مو حرام، يعني هاي دليل. ما فهمتني ما دا افهمك والله. اي افهمني. انت حضرتك حجي السلام عليكم. حجي بس احكي دقيقه مره اخرى. السلام عليكم. يعني متوقعين النبي صلى الله عليه وسلم يرضى في عرضه؟ منو شوف اخواني، منو جاي يكتب؟ يا اخي بس اسمح لي مره اخرى. حجي مره نقطه نظام. لا ابو فاطمه ما ينكتب. نقطه نظام ساكتم الجميع. نقطه نظام والا ساكتم الجميع. نقطه نظام والا ساكتم الجميع. اكو آداب الحوار اخواني. الحوار كان بين الأخ الضيف الأمير وصاحب البث حسن. التدخل والمقاطعة لا تصل إلى فائدة إلا في حين نهاية الطرفين من الحوار. ممكن مداخلة إذا زيد يحكي وعيد يحكي، أنا كمستمع شفتهم. فأرجو من الجميع الالتزام بضوابط البث. وشاكر فضلك عم العاج، واهلا وسهلا بالاخ الامير.
اخونا الامير افهمني الله يرضى. انت حضرتك اجيت قلت لي ليش بعض الناس يسبون؟ انا مو مع السب، انا مو مع السب، وانا لا اؤيد السب، وبالنتيجه بل عندي اشكالات على هؤلاء الجماعه، وكلامي معروف وواضح. لكن انت حضرتك ربطت الموضوع شنو؟ ربطت الموضوع ربط ان اللي يسب عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. لا شيخنا بس لحظه، انت قلت انه اذا كان لديه دليل، عندما قلت لك سيسال اي بعدين هذا اذا كان له دليل فهذا اي يعني شلون عادي ما اعرف. اعطيني مثال. اي اذا كان عنده دليل ماكو اشكال. اذا كان عنده دليل والدليل مرضي عند الله عز وجل ماكو اشكال. نعم. اليوم انا وانت نسب بعض الناس، نقرا بالقران الله سبهم مثله كمثل الكلب، او هؤلاء كالحمار، او هؤلاء سفهاء، هذا كله سب، هذا من السب. هؤلاء ليسوا انبياء، هؤلاء ليسوا انبياء. الله يمدح النبي، يحب النبي، كيف يسب؟ والله ما اعرف، اكو مشكله بيني وبينك بالتواصل. كيف يسمع؟ اي واحده من الاثنين، لو انا فاصل من لا سيد، لو انا فاصل من الرئيسي، لو انت مو الروايه انا والله الروايه استرجعاني اشوفها، يعني انا اشكرك لان طلعت لي الروايه بصراحه اول مره اسمع، وراح ارجع اشوفها واقراها واتمعن فيها. تمام سيدنا. لكن انت من تقول لي انه لكن سيدتنا ام المؤمنين زينب ايضا من عرض النبي، يعني لو كان هناك فعلا خلاف ومسبه اصبحت يعني امام النبي، هذا لا يعني ان الامه تسب كلها عائشه. كيف يعني؟ معقول شيء يعني لان زينب سبت هذا يحل لنا السب وعائشه. اصلا شوف صاحبي، يعني هل النبي لو يكره عائشه مثلا؟ اعطيني مجال حتى اختصر عليك. لا ما هو ما هي سنه النبي؟ شنو سنه النبي؟ لما نقول هذه سنه، شنو يعني سنه؟ سنه النبي السنه اتباع النبي يعني اخذه كقدوه وطريق الحق، طريق الجنه. خليني اقول لك، السنه هي قول النبي وفعله وتقريره، صح؟ نعم صحيح؟ نعم صح. شنو القول؟ القول ما يتكلم به النبي. احسنت. الفعل ما يفعله النبي. التقرير شنو؟ تقرير النبي اللي هو سنه، يعني شنو؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا شيخنا، يعني لا حول، يعني اشوف راح اضرب لك مثل بعيد جدا بعد عن النبي محمد، بس مثل بسيط. ليش تشرد؟ ليش تشرد؟ انا زي ليش تشرد؟ لا سيدنا على كلامك على هذا كلامك اريد اقول يعني، او يعني مقوله سيدنا محمد، استغفر الله، لا مو سيدنا محمد، يعني اكو شخص هذا الشخص يعني الشخص اللي يقبل المسبه على زوجته ماذا يكون؟ يعني معقوله تشبه هذا الشخص؟ والله ما ادري، هذا المشكله لو الروايه ضعيفه. اي المشكله الروايه بالبخاري والنبي ما قال شيء. اسمع، النبي صلى الله عليه واله النبي ساكت، يعني هذا تقرير عليه الصلاه، يعني هذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه واله، واتحدى واحد يقول لي غير هالكلام. لو كان اعترض النبي. لا شوف، لا تربط، لا شيخنا لا تربطها. شيخنا الذي اذا هاي بالروايه هذه امنا زينب ام المؤمنين، وهذه عائشه ام المؤمنين، فهو يعني نساؤه تمام ليسوا غرباء. يعني لو حصلت مشكله، يعني النبي اذا شاف قدامه حرام، النبي اذا شاف قدامه حرام، اسمع النبي اذا شاف قدامه حرام يعني يقول هذا حرام، لو ما يقول يمشيها لان نسوانه. يعني النبي صلى الله عليه واله اذا راى من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا شاف حرام لأنه هذا الحرام من زوجته يغلس. الآن لو كان فعل زينب بن جحش حرام، يعني كان هذه قواعد الأصول عند السنة والشيعة.
الذي يسكت عنه النبي فعل جائز. يعني هذه روح اسال السنه والشيعه، كل فعل يصدر امام النبي والنبي يشوفه ويسمعه الفعل جائز. النبي سمع وشاف واصلا لم يحرك ساكنا، بل بالعكس بعدين لما ردت عليها عائشه النبي قال اي والله انها بنت ابي بكر. النبي صار هي عائشه. والله هذا البخاري مو عندي. شيخنا هذه مشاكل يعني في اي بيت. سيدتنا زينب وسيدتنا عائشه ليستا معصومتان من الخطا. احسنت. والنبي النبي هاي متفقين عليها. النبي معصوم. كان ليش ما يتكلم النبي معصوم؟ لماذا ينظر الى الحرام امامه؟ انت تقول حرام واحد يسب ام المؤمنين، زين، وانا اتفق معك في الجمله لا بالجمله، زين، لكن الان يعني حرام قدام النبي المفروض يقول هذا حرام. يعني سيدنا اني مثلا تعاركن زوجاتي الاثنين، تمام؟ يعني هذا اخلي الغربه مثلا يطمشون علينا. يعني هاي زوجاتي، تمام، تعاركن. والله يعني والله العظيم. ابو فاطمه، لحظه، ابو فاطمه تفضل. ابو فاطمه صبر شوي، خلينا ندخل ابو فاطمه يحكم بيننا.